قطعة حلاوة لكن وراها قصة عمرها أكتر من 1000 سنة. قصة بتجمع ما بين التاريخ والدين والفرحة، لكن المفاجأة إنها مش موجودة في أي بلد في العالم غير عندنا إحنا المصريين. النهاردة هحكي لكم سر حلاوة المولد، وليه العروسة والحصان مش مجرد سكر لكن تاريخ بيحكي حكايتنا. قصة بدأت من أكتر من 1000 سنة أيام الدولة الفاطمية في القرن العاشر الميلادي. الخليفة وقتها كان بيحب يعمل احتفالات كبيرة في المناسبات الدينية، وقرر يخلي يوم المولد الشريف يوم استثنائي، مش بالموكب ولا بالأنوار، لكن قرر إن يعمل حاجة يفرح بيها الناس. ومن هنا المصريين ابتكروا حلاوة المولد. أما العروسة والحصان فدول ليهم رمز خاص جدا. الحصان رمز للشجاعة والقوة لما الخليفة بيظهر راكب فرسه في الموكب، والعروسة رمز للجمال والفرح لما زوجته كانت بتشاركه في الاحتفالات. المصريين بطريقتهم البسيطة حولوا المشهد ده لتماثيل من السكر، وبقت أيقونة مرتبطة بالمولد النبوي الشريف لحد النهاردة. والأهم إن مصر فضلت الدولة الوحيدة اللي محافظة على العادة دي لحد دلوقتي. يعني لو رحت المغرب أو الجزائر أو باكستان هتلاقيهم بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، لكن عمرك ما هتلاقي حلاوة المولد زي مصر. العادة دي اتولدت هنا وارتبطت بينا احنا وبس. وانت ماسك في ايدك قطعة سمسمية او حمصية او بتدي عروسة سكر لحد بتحبه، انت مش مجرد بتحتفل، لا، انت ماسك تاريخ مصري عمره آلاف السنين. وكل سنة وانتم طيبين.